ازيك يا معلم؟ المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن المبدأ الأول في غير فكرك، ما تعملش غير لما تحتاج، واللي حكيت فيه في عجالة الحدوتة بتاعت مبدأ يجني هو ليه ظهر على الساحة وإمتى وملابساته إيه بالظبط. قفلت الفيديو بإن أنا قلت لك 3 محاور من الناحية العملية أنت ليه محتاج إن أنت تخلي المبدأ ده يبقى جزء من تفكيرك وأنت شغال. النهاردة حابب إن أنا أتكلم شوية عن المحور الأول، اللي هو إن أنت بتبقى فاكر إن أنت بتكسب وقت بس في الحقيقة إن أنت بتضيع وقت. هقول لك مثالين وهقول لك رأيي في الآخر. المثال الأول إن أنت رُحت شغل جديد، فالlead اللي في المكان قال لك أنت محتاج تبُص على الrepo الفلاني أو الproject الفلاني، بحيث إن لمّا ييجي لك أول task ما تبقاش بعيد عن الflow بتاعنا أو الstructure اللي إحنا ماشيين عليه. فأنت بما إنك موظف مجتهد فهتفتح الproject أو الrepo وهتتفسح فيه من أوله لآخره، وهيستوقفك implementation لحاجة معينة أنت شايف إن هي مش specific، أنت شايف إن هي تصلح إن هي generic بشكل كافي إن هي ممكن تتطبّق في أي مشروع. فهتقوم قاصصها وحاططها في الدرج عندك على جنب. المثال التاني إن أنت أصلًا عندك الlibrary بتاعتك جاهزة، يعني أنت راجل عندك implementation جاهز لfeature من أولها لآخرها، أنت شايف إن هي بديهي ومنطقي إن هي تكون موجودة في أي project تشتغل فيه، فبتاخدها معاك من project لproject، وبيبقى دي أول حاجة أنت بتعملها بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما تفتح الproject تقوم حاطط الحاجات دي كلها افتراضًا أو اعتقادًا إن أنت هتحتاجها قدّام. وده بيخالف اللي قاله رون جورز المرة اللي فاتت لمّا شرحت لك المرة اللي فاتت، إن هو قال لك أنت المفروض الحاجة تتعمل لمّا فعلًا تحتاجها، مش لمّا تتنبأ إن أنت ممكن تحتاجها. المثالين دول بيعملوا مشكلتين أساسيتين في رأيي. المشكلة الأولى إن أنت في الغالب يعني ما بتبقاش ملم بالscope بتاع المشروع كله، أنت بييجي لك الtask من أوله لآخره محدد وواضح وصريح. أنا كنت مكانك وعارف إن أنت بتبقى عايز إن أنت تعمل حاجات بشكل استباقي، إن أنت إيه، أنتم طلبتوا مني دي، فأنا في نفس الوقت اللي أنتم مديه لي اديت لكم دي ودي ودي. وارد جدًا إن الlead يقول لك أنت عملت ده ليه، فالنتيجة إن أنت هتضيّع وقت في الimplementation والlead هيرجّع لك الtask تاني يقول لك الtask ده مش acceptable لإن أنت حاطط حاجات إحنا مش محتاجينها أو ما اتطلبتش منك. المشكلة التانية إن هو من الوارد جدًا إن أنت تلاقي الproject بيضرب بسبب حاجة من الadded features أو الextra features اللي أنت حطيتها زيادة. طب أنت دلوقتي هتضيّع وقت إن أنت trouble shoot عشان تصلّحها وتخلّيها تشتغل، والّا هتضيّع وقت إن أنت تشيلها، والّا هتعمل لها comment هتهيّشها، فبالتالي لمّا تيجي تسلّم الproject هيبقى overweight وفيه حاجات كتيرة، في feature كاملة متهيّشة مش مستخدمة. أنا فاهم الconcept بتاع الاستباقية، بس هي الفكرة إن هو بالتجربة العملية مش هي أفضل حاجة دايمًا، في وعليه. يعني أنت بتغامر إن أنت مش هتضيّع وقت في الimplementation أصلًا، أنت هتضيّع وقت في الimplementation زائد لمّا تيجي تشيلها بعد كده. أنت محتاج إن أنت تفوكس بس على الtask بتاعك، تخلّي وقتك كله dedicated بس على الtask من أوله لآخره، ما تشغلش بالك بأي حاجة تانية، وكل حاجة هتيجي في وقتها. وأنا عادل مصطفى وأشوفك قريب.